انت فين؟ انت فين؟ لا مؤاخذة يا جماعة، بنده على وزارة الصحة. انت فين يا معالي رئيس الوزراء؟ حد شافه يا جماعة؟ انتوا فين يا رجال الأعمال وأصحاب شركات الأدوية؟ انت فين يا ضمير؟ انت فين يا عقل؟ يلي كنت زينة ومروق الدنيا من حوالينا. ده كلام الناس اللي واقفين حاليا قدام صيدلية الإسعاف في وسط البلد. وما تسألنيش اشمعنى صيدلية الإسعاف، لأني هقولك إن الحكومة والمسؤولين وكل اللي بيطلع على شاشات الإعلام بيوجه الناس ويقول لهم إن الأدوية الناقصة كلها هتلاقوها موجودة فين؟ في صيدلية الإسعاف. فطبعا الناس بتيجي من المحافظات ومن كل مكان في القاهرة علشان تلاقي علاجها في الإسعاف، وعلشان كده الطوابير قدام الصيدلية فائت المدى، والمرضى بقوا فرجة للي رايح واللي جاي. يا ناس يا عاقلين، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من امتى مصر كان بيحصل فيها نقص للأدوية كلها مرة واحدة كده وفي وقت واحد؟ طبعا في ناس بتقول إن الأدوية بدأت تختفي بمجرد دخول السودانيين مصر، وحسب كلام بعض المسؤولين إن مصر بقى فيها أكتر من 10 مليون سوداني، يعني دولة تانية داخل الدولة. فكل ده طبعا كفيل بإن الأدوية اللي كانت يدوب على قدنا ما تكفيناش وتختفي فجأة. ده طبعا غير الكلام اللي بيتقال إن في بعض السودانيين بيهربوا الأدوية للسودان، وده ظهر في بعض الفيديوهات اللي بيبثوها من هناك، طبعا بعيدا عن السودانيين والسوريين واليمنيين اللي وصل عددهم ل20 مليون بني آدم بيشاركونا في الدواء وفي الأكل والشرب والكهرباء وكل حاجة، وبعيدا عن إنهم تسببوا في غلاء الأسعار علينا، وحتى الشقق الإيجار بيطلعونا منها علشان يأجروها للاجئين أو للضيوف زي ما الحكومة بتحب تسميهم. بعيدا عن كل ده، فين حقنا كمصريين في الدواء؟ لما سألنا المركز المصري للحق في الدواء عن أزمة نقص الأدوية محدش قدر ينكر. هم صحيح قالوا لنا إن الأزمة بتتحل تدريجيا، بس ما أنكروش إنها موجودة وإنها عبء على كاهل كل مريض بيدور على الدواء ومش بيلاقيه وساعات بيموت. الدكتور ياسر خاطر مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء بيقول إن أزمة نقص الأدوية مستمرة، وإن منظر طوابير الدواء هو منظر مسيء لمصر وللمصريين. وأثناء مداخلته في برنامج حضرة المواطن قال إن مشهد تجدس المواطنين والمرضى أمام صيدليات الإسعاف في وسط البلد بيكشف مدى تفاقم أزمة نقص الأدوية، وإن الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة ما كانتش سريعة وعشان كده ما جابتش أي نتيجة، والمشكلة بقت أكبر من الأول. الراجل بيقول كمان إن دي أول مرة بنلاقي في مصر اختفاء مجاميع كاملة من الأدوية زي أدوية السكر والضغط والمضادات الحيوية، وبقينا بنشوف منظر الصيدليات والرفوف خالية من الأدوية ومن المضادات الحيوية. ده حتى الأدوية البديلة بقت غير موجودة. إحنا بقينا قدام أزمة كبيرة ولازم نلحق نخرج منها بأي شكل. ارحموا الناس العيانة بقى، حتى العيانين والمرضى ما سلموش من الأزمات في مصر.